هيدا اللي بدي سملكن بدنكن لسوء الحظ معه 50 ثانية، مش دقيقة، حتى 50 ثانية تحملوني. هيدا اللي بده يكون في شي اسمه عيش مشترك معه. اسمعوا كلامه وبخبركم من بعده. بدون كلمات نزع السلاح لمن في الداخل، لمن في الداخل الذين يرددون كلمات نزع السلاح. كلمتين: نحن حننزع ارواحكم، نحن حننزع ارواحكم. كل شيء بينمزح فيه، وكل شيء يمكن ان يناقش، وكل شيء يمكن ان نتحاور فيه وعليه، الا السلاح، فانه ديننا وقراننا ومحمدنا وعلينا وفاطمتنا وحسننا وحسيننا وقائم ائمتنا المهدي صلوات الله عليه وعلى ابائه الاطهار. طيب سننزع أرواحكم إذا قربنا على السلاح، إذا قرب الجيش على السلاح، إذا قربت الدولة على السلاح سينزع أرواحهم. 1. 2. سلاحنا ديننا. بكفي 2. تهديد مباشر هيك لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون. أنا قلت ما برح أتمسخر عليه كرمال الحكيم، مش لأنه ما بدي ومش لأنه ما بيستاهل. يا فخامة الرئيس، عم تسمع حدا عم بيخبرك؟ هيدا علوش حمية حضرك الفيديو، قال لك انه في شيخ كان عم بيحكي عن محبته إلك وعن احترامه لقراراتك. يا فخامة الرئيس جوزيف عون، وانت التاني دولة الرئيس نواف سلام. حضرتوا لهالفيديو؟ ما بعرف، يعني عم بيقولوا لك شو عم بيصير بالبلد، انه مثلا حضرتك وفخامة الرئيس العظيم كل يوم الكاسات زيتها تما اقول اسطواني تقدمتوا كاسات يخي السيدي زيته. احتكار السلاح الدولة بالحوار بالمنيح. هذا شعب مجروح، بدنا نحكي معهم ونلاقي طريقة ونحلها. الله يصبرك يا روح، والله يا سمير جعجع، والله يا حكيم، لو ما انه ما في عارضك ولا واحد بالألف رح ضل محترمون. سلاحنا ديننا. إذا الإنسان متدين ومؤمن، آخر شي فيك تشلحه عنه هو سلاحه، وما فيك دينه، آخر شي فيك تشيله منه هو دينه، يعني سلاحهم. يعني نسوا الموضوع، يعني ما في تسليم سلاح. هلا بده يطلع كم واحد يقول لي هيدا حكي شعبوي لشد العصب وما بعرف شو جد. طيب وحكي الناعم نعيم كمان شعبوي. طيب كلام وتصريحات هيدا القماطي كمان كلام شعبوي، ما هيك؟ طيب وفيق وحركاته مع كتيبة الأهالي بجنوب ضد اليونيفيل، هيدا كمان شعبوي لحتى هيك يشدوا العصب. انتوا بأي خسة عايشين؟ والخسة اللي عايشين فيها جواتها كلها دود. قد ايه يعني الغباء تبعكم لتفهموا، ولوين بدها توصل لتفهموا؟
هول الجماعة ما بدهم يسلموا سلاحهم، ومش رح يسلموا سلاحهم، لأنه بكل بساطة هيدي الميليشيا الإرهابية المنظمة، الميليشيا الإرهابية أساسها سلاحها. بتسحب السلاح، بتفرط، بتنتهي. كيف بده يسلموكم؟ يعني هيدا انتحار، ناطرين منهم ينتحروا لسواد عيون فخامة الرئيس، ما هيك؟ أو لابتسامة، الابتسامة الساحرة تبع دولة الرئيس نواف. لا إله إلا الله. يا عذرا دخيل اسمك. سوف ننزع أرواحكم. طيب، كلمتين بآخر هالفيديو راح خليك خفيف نضيف لهالقراع اللابس عمامة. شيل عمامتك، كنت بحكيك بالطريقة اللي مفروض احكيك فيها، بس انك لابس العمامة احتراما للعمامة مش لإلك، لأنه أنت أكتر من حثالة منك. وكيف نحن فينا نفهم ونعرف أنه أنتوا اليوم بحزب علوشتي مرعوبين؟ هيدا الكلام بدل على حالتكم النفسية. نعم، وقت أنا بكل فيديو بقول الله يرحمك يا حسن نصر الله، مش محبة بحسن الفطيسي، لا، بس لأنه وقت فال حسن اللي كان يعرف يحكي وكان عنده شوية كاريزما، شوف شو طلع، شوف كيف فلته. يعني فتح باب الزريبة وفلته البهايم. نعم، فكرمال هيك بقول الله يرحمك يا حسن كان على القليلة ضابي بكل القطيع بالزريبة. اليوم ما في مين يضبن لأنه ناعم، نعيم ناعم، مش ظابطة معه الخبرية. يعني بتطلع فيه بيطلع بيكون عم بيهددك وانت عم تضحك، بيكون عم بيقول لك بدي شيل واعمل وقطع ايدين وانت غشيان ضحك. هيدا نعيم، هيدا الموجود بالموجود جود يا مجرود. يعني بالزبالة تبعته الموجود اليوم. قماطي ما كان حدا سامع فيه، فجأة من حيث لا تدري ظهر. ليه ظهر القماطي؟ لأنه التانيين من محمد رعد AKA الخنزير، يعني also known as الخنزير، المعروف أيضا بالخنزير، ما بيسترجي يطلع يحكي كتير، ما بده يفرجي هو وين، لأنه هلا بيشتغل بالسر تما هيك شو الإسرائيلية والبقوة كلهم حاطين هذا القماطي. هذا إذا بيروح طش لأجرهم إذا بيرجعوا. هي المشكلة بدنا نضلنا نحكيها بشوية كوميديا ومسخرة، لأنه إذا بدنا نحكي جد الكلام بده يكون كتير جارح أكتر. يعني مثلا تنحكي دقيقة واحدة جد، رئيس الجمهورية اليوم صاير طابة فوتبول. نعم، ساعة بيشوطوا لقماطي، بيرجع بيشوطوا نعيم، وهلأ شاطوا هيدا البهيم اللي لابس عمامة، اللي بده نقتلع أرواحكم وسلاحنا ديننا شو بده يحكي الواحد؟ فخامة الرئيس صاير DHL ساعي بريد لحزب علوشتي. بهدلت الرئاسة. رئيس دولة، رئيس جمهورية ناطر جواب من حزب منظمة إرهابية، ولو كانت بدك تقلي هول لبنانية وهول ما بعرف شو، هالحكي كله البلا طعمة. ساعي بريد لحزب الله ناطر ليعطوك شي تجاوب أمريكا. توماس براك. نواف حدث ولا حرج، بلا هيدي بلا القصة بين الرئيس والساحر الأعظم نبيه الاستيز. ليك هيدا انت يا شيخ اذا بيوصلك هالفيديو بشرف الله اللي خلقك عفينا، لانه خلص مبينه جبناء ملتعندين اللي بزركم وعم بتسكوا على البلكون لتطلعوا تدخنوا سيجاره ما بتسترجوا، لك تفتحوا طاقة الحمام وقت بتكونوا عم تاكلوا ما بتسترجوا، بتفضلوا تقعدوا بالريحه. طاقة الحمام ما بتسترجوا تفتحوها.
جبناء. نعيم قاسم هو مش عارف هو وين، مش إسرائيل. هلا إسرائيل بتكون عارفة أكتر منه، بس نعيم قاسم مش عارف الله وين حاطه. سنقتلع أرواحكم، يعني ببساطة، ومننهي الفيديو بجملة، هيدا الشيخ قال له لا جوزيف عون فخامة الرئيس سأقتلع روحك. ولنواف سلام دولة الرئيس كمان فخامته ودولته سأقتلع روحك، سنقتلع أرواحكم. لفخامة الرئيس جوزيف عون ولدولة الرئيس نواف سلام ومن يدور حولهم، وأكيد القوات معهم، يعني سمير جعجع والبقية وأنا وكلنا. ولك أكتر شيء ستقلع عننا ثيابنا الداخلية وتنزل تشتغل، بس فرش أسنانك